استقبلت آسيا جمال عبد الناصر لتكتشف فيه وحيا جديدا يلهم الشعوب حقها في أن تحيا بلا استعمار، وأن تعيش بلا استعباد، وأن ترفع رؤوسها من الذل والهوان، وأن تطلق صوتها في قوة وتصميم. أيها الناس في كل مكان، دعونا نحيا في حرية وسلام. وعاشت باندونج المدينة الآسيوية المحظوظة في أيامها الحارة، وهي تحتضن وفود 29 دولة ترفرف أعلامها وكأنها غصون للسلام. وجدت المزرعة التي تورق فيها. هذا هو مقر المؤتمر، المبنى الذي سوف يضم في جنباته أقوى أحداث الغد. وفي رحابة المكان بدأ اللقاء التمهيدي قبل يوم الافتتاح الرسمي، وتلاقت وجوه دولية خطيرة ينبئ تجمعها عن الهزة التي سوف تتغير معها حركة الحياة على ظهر الدنيا. أيام خافق فيها قلب العالم، أيام انطلقت فيها إرادة الشعوب، أيام توقف فيها التاريخ ليسجل أضخم أحداث البشر. نعم، إنها أيام خالدات، أيام مؤتمر باندونج. زحفت إفريقيا القارة الأم يحمل أمانيها وإرادتها وبعثها شاب قفز من شاطئها الشمالي ليتطلع إلى العالم معلنا حركة اليقظة التي تجتاح بقاعها اليوم. ومن بين الأعلام ارتفعت هامة العلم الأخضر على بيت الضيافة الذي أخلته الحكومة الداعية للوفد الذي لعب أهم دور في المؤتمر، الوفد الذي يقوده زعيم مصر المحبوب جمال عبد الناصر. وبدأت أضخم حركة نشاط في باندونج تلتقي في مقر الوفد المصري، حيث تقاطرت الوفود العربية تتجمع حول نفسها في ود وفي حب وفي صفاء. إنهم يلتقون في يوم عيد، وتناثروا في جنبات بيت الضيافة وكأنهم في قطعة من أرض مصر. تظلل السعادة هذه الوحدة التي جمعتهم في هذه البقاع النائية، وهم يشعرون أن شعوبهم حملتهم أمانيها كاملة، أمانيها في أن تحيا حرة عزيزة كريمة. وراح أعضاء الوفد المصري يتصدرهم الرئيس جمال يستقبلونهم مرحبين. وبدأت المناقشات لتنسيق الخطة وتوحيد الهدف وإعلان الرأي الإجماعي تمهيدا لاجتماع الغد التاريخي. واستقبلت باندونج يومها الحافل. زحفت الوفود نحو المقر الرئيسي. الوفد السعودي، وفد ساحل الذهب، وفد الصين، وفد بيرما، وفد ليبيريا. وما كانت أعين الجماهير تلتقي بعبد الناصر أحدوثة المؤتمر، حتى انطلقت الأكف والحناجر تصفق وتهتف وتعبر عن إحساس انبثق من أعماقها بأن أرض وادي النيل المجيدة أهدت أخيرا للسلام العالمي رجلا تنتظره الأحداث ليلعب دورا دوليا في المستقبل القريب. وفي جلسة الافتتاح فتحت إذاعات العالم أبواقها لتنقل للشعوب المترقبة ما يتردد في القاعة التاريخية. وجلس في مقعد الرئاسة رئيس وزراء إندونيسيا. ووقف الزعيم سوكارنو يلقي كلمة الافتتاح فاتحا ذراعيه لأضخم اجتماع شهدته أجيال البشر. ثم وقف الزعيم عبد الناصر يلقي كلمته ويعلن مبادئه السبعة في أسلوبه الحديث الواضح. تلك المبادئ التي اختتم بها المؤتمر جلساته لتكون هي القرارات النهائية الخطيرة التي وافق عليها بالإجماع. أعلن جمال عبد الناصر من المنبر العالمي أن فلسطين يجب أن تتحرر، لا لأنها قطعة من إحساس مصر، ولكن لأنه لا يجب أبدا أن يزال شعب من أرضه ليستورد شعب آخر مكانه. ثم أطلق من فمه صوت الدفاع عن كفاح شمال إفريقيا، مطالبا بأن تتحرر تلك البقاع وأن تأخذ نصيبها من الراحة والرخاء.
ثم رتب المبادئ الأساسية لإقرار السلام العالمي، وقال في صوت واثق جهير: إننا الآن نعيش في عصر حي جديد، ومستحيل لأية قوة حربية أن توقف تيار النهوض والقومية. وانتهى ناصر الشعوب من خطبته لتستقبله باندونج استقبالا مثيرا تتطلع إلى الملامح القوية المعبرة لرجل الغد الدولي الباهر. وبدأت حفلات المؤتمر الساهرة، وتوافد أعضاء الوفود إلى قصر الحاكم ليحضروا أولى السهرات الرائعة التي أقامها الرئيس سوكارنو وليعيشوا ليلة حافلة. وجلس داعي السلام الشهيران نهرو وعبد الناصر، وكلاهما يحمل في روحه مسؤولية نجاح تلك الأيام الخطيرة. وبدأت عدسات التصوير العالمية تلتقط صورا لوجوه ما كانت لتتلاقى أبدا لولا أن الحب الإنساني بدأ ينبثق في كل بقاع الدنيا لا يعوقه عن النمو عائق. وانطلقت ألوان الفن الإندونيسي تحيي الضيوف الكبار، وبذل الفنانون جهدهم ليسعدوا ضيوفهم. ولم يتوقف المؤتمر عن الانهماك في أداء رسالته العظمى، وإندونيسيا تغمره بالفرح والترحيب. فقد كان اجتماع اللجنة السياسية هو أخطر الاجتماعات، حيث واجهت المؤتمر تيارات كادت تسلمه للارتباك، وطالت المناقشات وامتدت المداولات. وبدأت مهمة عبد الناصر في أن ينجح المؤتمر، وبذل جهدا ظهر أثره السريع. ومرة أخرى اتجهت أنظار صحافة العالم إلى العلم الأخضر، حيث لبى شو إن لاي زعيم الصين الشعبية دعوة الرئيس المصري لحفلة العشاء. واتخذت الحفلة طابعها المصري الكريم، وتلاقت النفوس في صفاء وعائلية وحنان. وعبر شو إن لاي عن إعجابه بشخصية عبد الناصر الباهرة، كما قال الرئيس أونو زعيم بارما إنه سعيد بالتعرف على شخصية مثيرة مثل شخصية الرئيس عبد الناصر، التي سوف يكون لها دورها على مسرح العالم في المستقبل القريب. وضم الحفل أيضا السيد محمد نعيم خان رئيس وفد أفغانستان، وحضره أعضاء الوفد المصري. وكان يوم الجمعة حافلا في شوارع باندونج، فقد خرجت المدينة كلها واصطفت الجماهير على طول الطرقات لتحية الوفود التي اتجهت إلى المسجد الكبير لأداء فريضة الصلاة، حيث خطب الوزير المصري العالم الشيخ الباقوري خطبة الجمعة. وكانت الحشود من الداخل والخارج تتطلع خلال الوفود إلى جمال عبد الناصر وهو يخطو نحو المسجد. وظهر الزعيم المصري يشق طريقه وسط الجموع، وضمته شوارع باندونج وهو يحيي الجماهير التي اصطفت على الجانبين هاتفة باسمه، سعيدة برؤياه مجبرة جهاده. وأعلن نجاح المؤتمر، وحانت جلسة الختام الأخيرة، ووقف رؤساء الوفود يتبادلون كلمات الوداع والتهنئة، كلهم سعداء، كلهم يؤكدون أنهم أجمعوا على شيء خطير، هو أن العالم يجب أن يخلي نفسه لنهضة الشعوب والارتفاع بمستوى الدول وحق الأمم في الحرية والسلام والأمان. تكلم نهرو وأونو وشو إن لاي. وتطلعت الرؤوس إلى جمال عبد الناصر،
وهو يودع جهادا حافلا مجيدا لعب فيه دورا خطيرا نطقت به ألسن الوفود. وهكذا سجل التاريخ اسم فان دونغ، مدينة تطلعت إليها قارتان ومنها توحد الهدف، ليكتب التاريخ يوما لقد استيقظت إفريقيا، لقد نهضت آسيا، ومستحيل أن تقف في طريقهما قوة. نعم، من فان دونغ تغير وجه العالم.